يا هلا فيكم من برنامجكم الصباحي قهوة صبح مع نور. يسعد صباحكم وين ما كنتم، أنا نور هذيل. اليوم رح نحكي عن البوصلة الشخصية، كيف يمكنك فهم شخصيات أسرتك من البوصلة الشخصية. الموضوع كتير حلو وسهل ومميز، ولازم تتعرفوا على أصناف وأنماط الشخصيات الأربعة اللي موجودة. قسمت مؤلفة كتاب البوصلة الشخصية أنماط الشخصيات الأربعة لسرعة الغضب والرضا والانفعال. عندنا أول شخصية رح نحكي عنها الشخصية الجنوبية. هاي الشخصية الجنوبية ما بتغضب سريعاً وسهل إرضائها. بتميز الإنسان ذو الشخصية الجنوبية البطء في الحركة، الميل إلى الاسترخاء، النشاط الاجتماعي الواسع، مستمع جيد ومتعاطف ومحب للسلام ولا يميل للصدام مع الآخرين، متفهم وصبور ومتعاون وكريم وعضو فريق بطبيعته. وهي شخصية استرخائية انبساطية في المجمل. الشخصية الشمالية بتتسم بسرعة الغضب وسرعة الرضا، وبتميز الإنسان ذو الشخصية الشمالية بالسرعة والعجلة في أداء المهام، عدم الاندماج الاجتماعي، الميل إلى الحسم والسيطرة على الآخرين، وقوة الإرادة، القدرة على القيادة والاهتمام بالعمل والثقة بالنفس إلى حد كبير. ممكن نطلق عليه الشخصية الانفعالية الانطوائية. وهلأ رح نحكي عن الشخصية الشرقية. الشخصية الشرقية تتسم ببطء الغضب وبطء الرضا، وبتميز الإنسان ذو الشخصية الشرقية بأنه البطيء في أداء المهام، عدم القدرة على الاندماج في المجتمع بسهولة، مغرم بالتفاصيل، يميل إلى التحليل والمنطقية في التفكير، وحب الدقة والنظام والجدية والتحفظ وتحمل المسؤولية. وممكن أن نطلق عليها استرخائي انطوائي. رح نحكي عن الشخصية الرابعة، هي الشخصية الغربية. شخصية تتسم بسرعة الغضب وبطء الرضا، مغامر ويحب ركوب المخاطر، ذو نشاط اجتماعي واسع، سريع وحيوي، مبدع ولديه قدرات خاصة على الابتكار، يستطيع مباشرة العديد من المهام معا، مرن وحماسي، حالم وذو روح متحررة. ممكن أن نصنف هذه الشخصية بأنها انفعالية انبساطية. عمرك سألت نفسك ليه الألوان موجودة في حياتنا؟ طب لو فيها كام لون ناقص هيحصل حاجة يعني؟ ليه الأيام الصعبة سودة؟ وليه الراية البيضة استسلام؟ ما الألوان الورد بالمشاعر؟ وليه في لون للربيع؟ كل ده نعرفه أكتر في برنامج لونها مع مريم عزمي، كل يوم سبت الساعة 9 مساء على راديو 2 FM. هذا الاختبار الخاص بنمط الشخصية تبعاً للبوصلة الشخصية. كيف يمكنك الاستفادة من البوصلة الشخصية؟ أولاً لازم تتعرف على أنماط الشخصية بكل فرد، خصوصاً نمطك الشخصي ونمط زوجك وأولادك وأصدقائك وأخوانك. تعرف الخصائص الخاصة في شخصيتك بوضوح بيعطيك فرصة أكتر إنك تعرف نقاط القوة في شخصيتك وتعزيزها، ومعرفة نقاط الضعف وعلاجها، وأنت أكبر مستفيد من هاي التغيرات. لازم تعرف خصائص كل شخصية وإيجابياتها وسلبياتها ونقاط ضعفها عشان تقدر تتعامل معها وتتآلف معها. وبالنسبة للنساء المتزوجات، إذا عرفتي إنه زوجك شمالي شرقي، لازم تتعاملي مع غضبه بهدوء تام، ما تواجهيه ولا تنتقديه ولا ترفعي صوتك، اتركيه يهدى وناقشيه بهدوء مع توضيح وجهة نظرك. هذا الأسلوب غالباً بيخلي الشمالي الشرقي يشعر بالأسف إنه حتى لو ما صرح بذلك. ما بتقتصر أهمية البوصلة الشخصية على توجيه السلوكيات في التعامل مع أفراد أسرتك، كمان أيضاً بتخليك تقدر تتعامل مع أنماط البشر المختلفة في العمل ومع الجيران بأي مكان تاني. وهي البوصلة الشخصية دفة حياتك للنجاح في علاقاتك في مختلف المستويات. وبهيك خلصت حلقتنا اليوم. بتمنى أن تكون كانت عجبتكم، واليوم آخر حلقة من حلقات قهوة صبح مع نور. يسعد صباحكم وين ما كنتم من راديو 2.